اليوم في مركز ولاية مدنين مبادرة من المندوبية الجوية للشباب والرياضة في مدنين تتمثل في الاحتفاء بالرياضيين المتميزين في الألعاب الفردية وذوي الاحتياجات الخصوصية، كذلك الاحتفاء لعدد من إطارات المندوبية اللي بلغوا سن التقاعد. عدد المكرمين وعلاش وقع تكريمهم وشنو الرياضات اللي يشتوا فيها المتميزين هذين قدمهم الأسعد عمامي المندوب الجهوي للشباب والرياضة بمدنين. شكرا. كما كنت تحكي نظمة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة اليوم حفل تكريم على شرف متميزين من الرياضيين في الرياضات الفردية وأيضا في ذوي الاحتياجات الخصوصية. هذوما الرياضيين تألقوا على المستوى العربي والإفريقي والدولي، لذلك وجب علينا وفرض علينا تكريمهم وتبجيلهم وأيضا تثمين العمل اللي قاموا به على مستوى مسيرتهم الرياضية في موسم 21-22. هم هذول في الحقيقة كما كنت نحكي فرضت علينا أن نكرم المتميزين والمتألقين، لا لشيء لكون أيضا رسالة نحب نوجهها إلى كافة الرياضيين، وهي المزيد من المثابرة لتعلية راية الوطن والوصول إلى أعلى مراتب على المستوى الإفريقي والعربي والدولي. التكريم هذا حرصت ايضا السلطات الجهويه باش تكون هي المشرفه والحديث مع كل الاطارات وكل الرؤساء وكل الحضور والمتالقين والمتميزين. اكيد هو عملنا عمل تشاركي بالنسبه لنا احنا مندوبيه الشباب والرياضه، هي تحت اشراف المجلس الجهوي والسيد والي الجهه، وبالتالي كان لزاما علينا ان يكون الاحتفاء اليوم هذا تحت اشراف السيد والي مدنين اللي ثمن العمل الكبير ياسر اللي قاموا به رياضيين، خاصه كما كنت نحكي لك على مستوى فاقت المستوى الوطني وتعدت المستوى الوطني، وبالتالي الدفع اعطاهم مزيد من الدفع لمزيد التميز والتألق على المستوى ورفع كما كنت نحكي راية وطن عالية. بطبيعة الحال بالإضافة إلى الرياضيين أيضا حرصنا كمندوبية شباب الرياضة لإعطاء ذي حق حقه إطارات مندوبية الشباب والرياضة سي مولي شواط مهندس عام وسي عمار الجري وهو مدرس تربية بدنية ومتفقد عام. هذوما الاثنين لولا هذوما زوز ركائز مهمة جدا في العمل الرياضي. أولا المنشأة الرياضية، نقول المنشأة الرياضية هناك أيضا التجهيز والعناية بالمنشآت الرياضية، وبالتالي مهندس عام سي مولي شواط عدى أكثر من 30 سنة وهو في العناية بالمنشآت والدفع في إحداث منشآت رياضية من شأنها أنها تعطي إمكانية ممارسة النشاط الرياضي في ظروف متلائمة. أيضا الرياضي في بداياته مفروض عليه أن يمر بمراحل التدريس ومراحل التربية البدنية ومراحل الرياضة المدرسية ومراحل مراكز النمو الرياضة، وبالتالي الجانب البيداغوجي والتأطيري، وهذا لعبه بامتياز السيد عمار الجرين متفقد عام اللي على مدى 40 سنة تقريبا ولا أقل شوية من التجربة من الخبرة من النصح، وبالتالي الحمد لله ثمرة هذا العمل اللي قاموا به هذوم الاثنين رأيناها اليوم في على مستوى الحفل هذايا، وإن شاء الله نطمح إلى مزيد من التألق والنجاح.